السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. بصوا بقى، لحمه ببصل من الاخر بجد. بصوا اللون، معموله على البوتاجاز، مدخلتهاش فرن. بصوا الصوص بتاعها مفيش احلى من كده. بسم الله ونبتدي على طول المقادير بتاعتنا. اول حاجه هنجيب برضو طاسه حلوه كده كالعاده، يعني نحط فيها معلقتين سمنه على معلقتين زيت ونسخنها كويس وننزل باللحمه بتاعتنا تاخد صدمه كويسه جدا من الاتجاهين، بس مش عايزينها تبقى لونها غامق قوي، يعني تاخد كده صدمه زي ما بنقول ايه على خفيف، يعني مثلا ممكن دقيقتين 3. وحاولوا تقطعوا اللحمه زي ما انتوا شايفين. بصوا انا مقطعاها ازاي، عقلتين صباع، حلوه قوي كده الحجم ده. بصوا شايفين. وطبعا كالعاده انا دايما بقول اللحمه الملبسه هي احلى نوعيه لحمه ممكن الواحد يحس ان هو كل حاجه حلوه. على نار عاليه لمده دقيقتين 3 زي ما قلت لكم، خدت اللون ده اللي هو يعني يا دوبك كده. بصوا شايفين اللون حلو ازاي، هو ده، مش عايزين اغمق من كده ارجوكم. تمام. هبتدي بقى اشيل اللحمه بتاعتي اللي احنا حطيناها، وهبتدي انزل بالبصل في نفس الحله او في نفس الصينيه او في نفس الطاسه ايا كان اللي بتستخدموه ايه. وهشوح البصل بتاعنا. كيلو اللحمه بياخد قصاده كيلو بصل، وممكن اكتر، معاكم لغايه 2 كيلو بصل. الكيلو ممكن قدامكم 2 كيلو بصل، يعني نص كيلو اللحمه ياخد نص كيلو بصل. هي اسمها اللحمه ببصل، يعني لازم يكون البصل بتاعها كتير. ويا سلام بقى لو بصل ابيض احلى من الاحمر، لان البصل الابيض عزيز في نفسه كده، فمش مش بياخد معانا بسرعه ويدبل ولونه يتغير، لا. هنشوح البصل بتاعنا مكان اللحمه بالظبط، لان كده كده العصاره اللي نزلت من اللحمه هتغير لنا في لون البصل زي ما احنا شايفين اهو. عشان كده بنقول البصل الابيض افضل، علشان الاحمر هتلاقوه عمل معانا لون بسرعه وطلع لنا غامقه قوي. هبتدي بقى اشوحه كده على نار متوسطه. اهم حاجه عندي ما يغمقش ويبقى لونه لون الخضار. خلي بالكم اللون اللي قصادكم اهو ده بسبب لون اللحمه بس، مش اكتر من كده. انا مش عايزه البصل بتاعنا يغمق ويوصل لمرحله الخضار ابدا. طبعا هو هيكش وهيقل معانا، فما تستكتروش الكميه ابدا خالص، بالعكس. انتوا شفتوا في اول الفيديو تقريبا اللحمه هي اللي ظاهره، البصل مش ظاهر. انا بصراحه كنت حاطه كيلو قصاد كيلو. بصوا شايفين المنظر بقى اهو. انا بقى هفضل اشوح كده واحافظ جدا. انا بقى في الوقت ده ببتدي انزل بالبهارات بتاعتي، بقسمها على مرحلتين. المرحله الاولى انا بقى بحط من هنا فلفل اسود، وكمان بحط لورا مطحونه، وكمان بحط شويه من الكبيبه الصيني اللي هي البهار الحلو، وجوز الطيب كده، ورشه من البابريكا. تمام كده اهو. شوحتهم مع بعض تمام. انزل بقى باللحمه، وبعد كده لما ابتدي انزل باللحمه اروح حاطه بقيه يعني انا لو هحط مثلا معلقه صغيره من كل حاجه، اخليها نص معلقه قبل وبعد. بصل خلاص اتشوح والريحه والكلام ده كله، ابتديت اشم ريحه التوابل والكلام ده كله، انا مشوحه واروح نازله بقى باللحمه وحاطه تاني التوابل بتاعتنا. هبتدي بقى احط الميه سخنه، تكون ميه سخنه يعني مغليه، وابتدي انزلها على اللحمه بتاعتنا. هتغلي. اول ما هتغلي هغطي اهدي النار زي تسوية الرز بالظبط. خدوها نصيحة مني واسمعوا اللي بقولكوا عليه، وسيبوها بتاع ساعتين 3 على النار زي تسوية الرز بالظبط. بصوا شايفين البقبقة عاملة ازاي. تمام كده. شايفين كل حاجة تقريبا، البصل اختفى، اللحمة ابتدت تنزل لتحت، الصوص نفسه تقل. بصوا الصوص الحلو ده صوص رهيب، الريحة كمان اجمل بكتير، التوابل عاملة فيها شغل عالي. خلاص قبل ما احط فيه كده حوالي ب10 دقايق اروح حاطه شويه الملح بتوعي. وكمان نعمل بقى حركه، لو عندنا حته سمنه محترمه كده نحط كده ايه معلقه صغيره او معلقه كبيره، واسيبهم مع بعض وشموا بقى الروايح. ما هي بصوا هي اكله متكلفه، فهنصرف عليها للاخر مش هنيجي للاخر ونبطل، هنصرف عليها للاخر ونسيبها بقى تعيش، وهتطلع معاكم بالمنظر اللي انتم شايفينه الجميل ده. شايفين الجمال. بصوا البصل عامل ازاي، اللحمه حته اللحمه عامله ازاي. طبعا هي سخنه مولعه، انا بقطعها لكم بالعافيه، مش عارفه امسكها من كتر ما هي سخنه. بس بصوا ده يبقى دوب ازاي. ايه رايكم؟ اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.